السلام عليكم. اليوم جينا لكم في فيديو جديد. اليوم جينا لكم في موضوع جديد. اليوم بنتكلم عن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. في سلبيات صراحة اليوم بفضل عنها وبتكلم عنها. بنتكلم اليوم عن موقعين، هو الواتساب والفيسبوك. في الواتساب صراحة أكثر سلبيات فيها، أكثر شيء يكره في الواتساب يجي لك واحد عنده مزاج عالي جدا، يجي يكتب لك السلام عليكم، ترد عليه عليكم السلام، يطنشك من هنا، تدق عليه ما يرد عليك، ترسل له رسالة ما يرد عليك، يعني يبدأ الكلام وما يرجع يرد عليك. هذا يخرب علي أم المزاج. الآن طفشني، لا أقدر أحضر قامبل ولا أقدر أحضر شنط الشب. والمشكلة يجي لك واحد مطنز على وشه كذا مزاج، يدخلك في جروب زي وشه. المشكلة الجروب لو قفلت الجوال وفتحت الجوال تلاقي عندك أقل شيء 2000 رسالة، وانت ما تعرف الواحد ده من فين جاب رقمك أساسا. والمشكلة الجروب تطلع منه يدخلوك، تطلع منه يدخلوك، تطلع منه يدخلوك. فيعني انت ليه ما تستسلم الأمر الواقع وتصيبهم. المشكلة يجي لك واحد مال أمه مزاج، يا أخي انت ليه ما تشارك في الجروب؟ ما بشارك يا أخي، انت عندك مزاج ما بشارك. يعني يجي لك واحد يقول لك ليه ما تشارك في الجروب؟ محمد، هلا والله. حالك؟ الحمد لله. كيفك؟ والله الحمد لله والله بخير. من زمان ما نشوفك. والله الحمد لله. يا اخي ليه ما تشارك في الجروب؟ يا اخي ما بشارك يا اخي، ايش عندك؟ ليه ما تشارك؟ ما بشارك يا اخي، ما بشارك. ترى الجروب حاطين فيه الباحة كلها. ما بشارك يا اخي، ايش عندك يا اخي؟ ما ابغى اشارك. ترى كلمنا مطور الواتس يخليها 50,000 نسمة. ما ابغى اشارك ليه يا اخي ما يا تشارك؟ اخي، ما بشارك. طلعوني دخلوني. ايش هي؟ يلا سلام. الله يستر عليك. شكله معك ابو كشاف نوكيا نفس هذه آشيا 6. نفس هذه النوعيات زي ما تشوفوا، نوعيات تطنيز يخرب عليكم المزاج. والمشكلة يوم يجي لك واحد يطفش امك بالبرودكاستات كل يوم. صباح الخير، جمعة مباركة، خميس حلو، خلاص طفشتنا. والمشكلة اللي يجي لك الواحد اللي كل دقيقة ودقيقة يرسل لك فيديو عذاب القبر ومدري ايش عذاب القبر. قلت اطفش امك، خلاص النار عذاب القبر، النار عذاب القبر، خلاص طفش. اعلم ان عذاب القبر، اعلم انه عذاب القبر، عذاب القبر. شفتون هذا؟ كافر جماعة. الله سبحانه وتعالى قال رغب ترغيب ما يعرف. هم كل يوم عذاب القبر، نار، جهنم، خميس دسيس. يعني الله سبحانه وتعالى قال ترغيب ما يعرف. انت ترغيب ما تعرف ترغيب ايش معناه؟ رغبوا ترغيب، مو عذاب القبر جهنم. خلاص الواحد صار في رعب. طيب اظن انه هذه السلبيات في مواقع التواصل، يعني خلاص هذا سلبيات مواقع التواصل في الواتساب. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا كان عجبكم الفيديو لا تنسوا تدوسوا لايك يا محمد أم اللي علمك عربي، لا تنسى تدوس لايك أو تضغط على لايك، ولا تنسى الدس لايك. لا دقيقة نشوفها في القاموس. خلاص لا تنسى تضغطوا لايك. دسوا لايك، هذه سبناها. تفهمونها غلط، تفهمون الدس لايك حتى ولو يا أخي الدس لايك إذا الفيديو ما عجبكم. أهم شيء اللايك، وتدعمونا في القناة، سبسكرايب، سوي شير على الفيديو. مع السلامة، أمان الله.